يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى متابعين. مساءكم معطر بذكر الله، صلوا بينا على الحبيب قلبكم يطيب، واللي يصلي بينا على الحبيب أبدا لا يخيب. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا وفي ناس كتير طلبته. انتي صحتك راحت على التنظيفات، ومهما تنظفي مفيش فايدة، والبيت على طول مكركب ومش منظم ومفيش حاجة في مكانها، مع انك بتنظفي كتير وبتبذلي مجهود كتير ومع ذلك مفيش نتيجة. او انتي بتشتغلي ومفيش امكانية او ميزانية ان انتي تجيبي حد يساعدك في البيت، فالفيديو دوت ليه. متنسيش اللايك للفيديو لو عجبك، وطبعا تشتركي في قناتي لو اول مرة بتشوفيني عشان قناتي هتفيدك جدا. اول واهم حاجة يا بنات الصلاة، لازم تحافظي على صلواتك وتأكدي ان مفيش حاجة ربنا هيباركلك فيها او شغل ربنا هيباركلك فيه وانتي سايبة صلاة. لا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. فلازم تصلي وتبتدي بقى يومك، تشوفي كده ايه هتقومي تعملي ايه. زي ما انتم ما شايفين، هدوم على كراسي السفرة، شنط مدارس في الارض وهدوم في الارض وشرابات على الانتريه، والمكان غير منظم تماما. عايز اقول لكم ان كل يوم يعني المكان بيترتب، تاني يوم يبقى بالمنظر ده. اول ما الولاد بس يرجعوا من المدرسة، ان حد لعب في النتيجة، شال حاجة من مكانها، رمى شراب، رمى شنطة، رمى سويتشيرت لابسه، فالمكان بيتكركب 180 درجة. طب شوفوا دلوقتي انا هعمل ايه، مش هبذل اي مجهود، انا كل اللي انا هعمله ان انا هدي للمكان دوت لمسة جمالية، اللي هو روتين ال10 دقايق اللي على طول بكلمكم عنه. وبعد تجارب كتير جدا، انت ممكن تشيلي وتنفضي وتهبدي وتلمعي وحطام بقى وتصبين، وتاني يوم هتلاقي ابوك عند اخوك كل حاجة رجعت مكانها. لان طبيعي البيت اللي فيه اطفال لازم يتكركب، ده طبيعي، بيت وفي ناس عايشة طبعا، فلازم يكون في كركبة. مهما روقتي ومهما بذلتي مجهود لازم يكون في كركبة. فاحنا نعمل ايه عشان نحافظ على صحتنا؟ يعني احنا مش لاقيين صحتنا في الشارع، يعني نعمل ايه؟ روتين ال10 دقايق، اللي هو انت مش ضروري كل حاجة كنس وتصبين وتبذلي مجهود، لا. انت بس كده شيلي، نفضي المفرش، شفطي بالمكنسة، الهدوم الوسخة ارميها طبعا في الغسيل وشغلي الغسالة عليها، النظيفة عنيها في مكانها او علقيها على الشماعات. بتبتدي برضو تشوفي ايه الحاجة المتطربة وتلمعيها. ده مش كل يوم طبعا، التلميع دوت ممكن يكون يوم ويوم، يعني يوم مثلا هاجي هشيل بس الشرابات والهدوم من الارض، وممكن اكنس بالمكنسة برضو يوم ويوم، مش كل يوم. انت فاهماني؟ هتاخدي 10 دقايق كده في كل مكان، انت بتشيلي كل حاجة تحطيها في مكانها بس. طبعا لو المكان بقاله كتير وعندك بقى حافظات زي ما انا ما عملت كده، هتبتدي تجددي، تشيلي حافظة تحطي حافظة. انا عندي الحافظة دي بتتفرش على الوشين، فطبعا غيرتها بدلتها على الوش التاني، وظبطت الستارة كده. بحب اشمس المكان الصبح، وبرده بالليل لما بقفل ما بحبش اقفل الازاز، يعني بحب اسيب كده ايه حاجة للتهوية. فزي ما انتم ما شايفين، انا يا دوبك شلت كل حاجة ورجعت كل حاجة مكانها، بدلت الحفاظات على الوش التاني، وشوفنا النص بتاع الانتريه بقى شكله عامل ازاي. تعالوا نيجي النص التاني بقى بتاع السفرة. طبعا الولاد انتوا شايفينهم معايا في الفيديو رايحين جايين، فانا طبعا كنت بستغلهم، شيلي الشنطة دي، شيلي المفرش ده، شيلي الكرة دي، فطبعا بيفرحوا وبيحبوا ان هم يشتغلوا معايا. السفرة مليانة كتب وبقى وأقلام ومش عارف ايه وفلوس محطوطة، طبعا ببتدي اشيل وارجع كل حاجة مكانها. برضو السفرة هغير لها الديكور بتاعها، هجيب مفرش تاني بدل الكوسترات دي وهفرشه، هتشوفوا دلوقتي معايا. فالفكرة في روتين ال10 دقايق ان هو ما بياخدش منك مجهود، يعني انت بتعملي الشقة كلها من غير اي مجهود. انت 10 دقايق بتشيلي كل حاجة وترجعيها مكانها. لو في حاجة بس ديكورها هيتغير، وده طبعا ما بيبقاش كل يوم، الوقت هيطول معاكي بس دقيقتين 3، اللي هو انت بتشيلي حاجة بتحطي حاجة. لكن طبعا لو الحاجة ثابتة معاكي وانت بتلمعي كل يوم، هتيجي في يوم هتلاقيها مش محتاجة ان هي تتلمع. فاهمين يا بنات؟ فانت ما تستنفذيش طاقتك كلها في انك تشيلي السجاد وتهبدي وتنفضي. لا، الدنيا اسهل من كده، المكنسة موجودة، شفطي بالمكنسة طبعا كل يوم. لو انتي شايفة حتة فيها متلحوسة، ما تسيبهاش قوي ان هي تتركم عليكي. شوية كلوروكس كده الوان على فوطة مبلولة ولمعيها. المهم ان انتي ايه، ما تسيبيش الشغل يتركم عليكي. طبعا في نهاية الشهر كل شهر ممكن تعملي تنظيفة عميقة، اللي هو تشيلي السجاد بقى وتنفضيه، وتبتدي ان انتي تمسحي الارضيات ويبقى فيه ميه بقى ورغاوي والجو ده. بس طبعا مش كل يوم هيبقى الروتين دوت موجود معانا.
ده مرة بس في الشهر. وكمان تقسمي الشقة، يعني ممكن تعمليها على يومين على 3 براحتك، محدش بيجري وراكي. اهم حاجة انك ما تجيش على نفسك. الدنيا اتخلقت في 7 ايام. عايزة اقولك ان البيت النظيف او المرتب مش شرط ان انت تبذلي مجهود كبير فيه. اقل حاجة بتبين البيت ان هو منظم ومرتب. زي ما انتم شايفين الروتين بتاع النهاردة مفهوش ولا مقشة ولا مكنسة ولا اي حاجة، انا شلت ونفضت ومع ذلك المكان اتغير 180 درجة زي ما انتم شايفين معايا. وطبعا دي اللحظة بقى المنتظرة، لحظة رش المعطر. يا بنات كمية راحة نفسية مع أقل مجهود. المكان مكملش معايا ربع ساعة، يعتبروا مكانين يعني سفرة وانتريه، يعتبروا مكانين مكملش معايا الربع ساعة. نيجي بقى للجزء بتاع الجزامة، برضو هغير له المفرش بتاعه. طبعا من وقت للتاني مرة كل اسبوع او كل 10 ايام غيري المفارش، بدلي كده في اماكن الكوشنات، حركي حتة من العزال غيري مكانها. ده طبعا بيفرق جدا في نفسيتنا. فزي ما انتم شايفين الروتين بتاع النهارده سريع جدا لو التزمتي بيه في بيتك. لو انت بقى موظفة بتشتغلي ما عندكيش وقت، ما فيش ميزانية ان انت تجيبي حد يساعدك، انت بس ما تسيبيش مجال للكركبة. على طول رجعي كل حاجة مكانها، كل يوم 10 دقايق في كل مكان، هتلاقي البيت معاكي بيبرد. وبس كده الروتين بتاعنا خلص. لو الفيديو عجبكم طبعا ما تنسوش اللايك والمتابعة، واشوفكم على خير في فيديو تاني جديد.